السلام عليكم البنات، كي درتو؟ اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا البنات والدراري والعائله والميمات وكل شيء، لانه كنقول السلام البنات كيقولوا لي راه تيتفرجوا فيكم حتى رجال والميمات وكل شيء، فكنقول لكم كلكم السلام عليكم، الله يخليكم ليا والهلا يخطيكم، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم وشكرا بزاف على الاهتمام ديالكم. والناس اللي كيسولوا فيا كاملين في الواتساب في الانستغرام كنقول لهم شكرا بزاف. راه عندي شي شغيل ومع بديت الخدمه ديالي البنات راه ما كنساليش التصوير وما كنساليش الفيديوهات، ولكن كنحاول ما امكن نصور معكم فيديوهات ولو غير شي 5 دقائق ولا 6 دقائق ونحطها معكم، ولكن الا ما كنحطش معكم فيديو راه كنحط معكم منتدى وكنقول لكم هاني شفتكم، كنطلع عليكم وتنصبح عليكم. ولكن بالنسبه للفيديوهات كيف ما كنت راكم عارفين الانسان باش يفرق ما بين الخدمه الشغل ديالو وما بين اليوتيوب راه صعيب بزاف. هذا اللي كان البنات، ولكن ان شاء الله غنبقى نحاول نشارك معكم فيديو، غنبقى نحاول ما امكن نشارك معكم فيديو. هنا البنات جيت نشارك معكم الصابلي ديال العمره، وكنقول لكم كنقول للناس ديال العمره كاملين الحمد لله على سلامتهم، واللي ما مشاش الله يجعل ربي يسهل عليه عما قريب. وهذا ما كان هنا البنات ديما كنشارك معكم العجينه ديال الصابلي، ما بغيتش نولي نشاركها معكم باش ما يطولش الفيديو. عجنت العجينه ديال الصابلي ديالي، غتقولوا لي علاش جاتك هكا ما جاتكش مفتوحه. هنا البنات راني عجنتها هاد النوبه بالفلون كراميل، وعجنتها بالنكهه ديال الفاني مارو، يعني ماشي داك النكهه ديال ما درتش ساشيه ديال الفاني، درت النكهه ديال الفاني داكشي علاش جا اللون ديالها هكا مغير وجاو فيها واحد المذاق هائل البنات. كنظن الناس الحلويات راه غادي يعرفوا بالنسبه لهاد الصابلي باش يتخدم انا اول مره كنخدمو بالفلون كراميل. علاش؟ لان ديما كنخدمو بالناتا بيستاج، ماشي ناتا بيستاج، كنخدمو بالبرانيني ديال اللوز، ولكن بالحكم انني ما لقيتش البرانيني ديال اللوز قلت انا نخدم بهذا الكريم كراميل. صافي البنات، هنايا ساليت هاد العجينه هادي عجنتها في الصباح وتا ساليت شغالي وكملت، عاد جيت في العشيه كنطيب هاد الصابلي ديالي كيف ما شفتوا، كندير المرشم اللي بغيتو نتوما. انا هنا درت هاد المرشم على هاد الشكل هذا، وانتم ديروا المرشم اللي بغيتو. بالنسبه للعمره راكم عارفين ضروري كيحتاج الصابلي يكون كبابر شي شويه على حسب الديزاين وداكشي. هنا كنوريكم الفران كيفاش كندير نطيب الصابلي ديالي، كنطيبو على نار مهيله بزاف هذا البنات، حيت الا طيبتوه جهدتوه في النار اول حاجه كيتخطف لكم الصابلي، وثاني حاجه ما تيجيش لون موحد، يعني شويه تيجي محروق تيجي. ولكن الا طيبتيه في نار مهيله راه اكيد كتحكمي تتحكمي في اللون اللي بغيتي، يعني يا ما بغيتيه محمر يا ما بغيتيه مويان يا ما بغيتي داكشي. علاش كنقول لكم يعني الصابلي ديما يطيب في نار مهيله. هنا هذا الشكل الثاني اللي درت اللي غادي ندير فيه كيف ما غادي تشوفوا معايا في اخر فيديو. انتم شوفوا تبارك الله الشكل الاول اللي طيبت ها هو هذا طاب جا يعني لون موحد. وهنايا راني كنوريكم الصابلي ديالي اللي ساليت كله، راني ما شاركتش معكم يعني المراشم كاملين، شاركت معكم غير جوج هادو مدورين كيجيو يعني بالكونفيتور من الداخل كيف ما غادي تشوفوا معايا، وهادو غادي يجيو فيهم عاوتاني حتى هما عمره مباركه ديال الشكلاط. وها نتوما شوفوا الصابلي تبارك الله كيجا. وهنا كنشارك معكم هاد الغريبه هذه ديال الكاوكاو اللي درت لها على 3 ديال النكهات، حتى هي غنشاركها معكم في الفيديو مور هذا. ولكن عطيوني البنات لي لايك اللي وصلت لهنايا تخرج دير البصمه ديالها وترجع، راني عارفاكم كتنساوها. هنا غادي نخدم هاد الشكلاط، هاد الشكل ديال الشكلاط. هنا كنخدم انا الشكلاط البنات ما كندوبوش بزاف. هذا المرشم بالنسبه لهاد الشكل هذا ما كندوبش الشكلاط بزاف، ما تنخليش يعني حتى تيذوب يرجع 100، لا تنخليه شويه قاصح. علاش؟ باش كنخدم فيه بحال هكا كيجي بحال الكريم، فهمتي؟ الا دوبتيه بزاف
ما غاديش ما يعطيكش داك الرشمه اللي حنا محتاجينها ديال عمره مباركه. هانتوما شوفوا نتوما كتحكموا فيه، كنسالي كنحاول نرشم داك، ندخل داك الشكلاط الكحل في هذا. انا راني بديت بالشكلاط الابيض وليت عاود درت فوق منه الشكلاط كحل، وما عجبنيش قد ما عجبني هكا بالرشمه ديال الكحله. صافي كنجيب واحد كلينيكس يعني نقي وتنمسح داك الزوائد كامله، وكنستمر هكا. انا عندي هنا 3 ديال الليمون، عندي 6 الليمون هنا راني وريتكم 3 و3 راهم مصوبين كيجمدوا. ومن بعد منين كنساليهم على هذه الطريقه هذه كنولي ندير عليهم هاد الشكل هاد الفوقاني ديالهم، باش منين نخوي الشكلاط كيعطيني واحد الشكل مربع. هانتوما شوفوا كيفاش كندير، تقريبا معلقه ما كنكملهاش، معلقه في كل مربع ما كنكملهاش. كنستمر هكا حتى تنسالي الكميه ديالي كامله. راني فايتاني انا ما كنبغيش ندير لكم الفيديو كامل، ولكن انا راني درت 3 وهنا كنشارك معكم 3، يعني راه تقريبا شي 6 ديال الليمون. صافي من بعد ملي تيبردوا تنديرهم في الثلاجه ويبردوا، كنجي كنحيد داك الفوقاني على هذا الشكل هذا. نتوما شوفوا كنحيدو تيبقى يعني ملاصق، وتيجي واحد المنظر هائل البنات، عرفتي واعر كيجي فيه واحد المنظر. انا نحيد معكم حبه وتشوفوها. المهم انا شاركت معكم هي الشكيلات اللي درت ديال العمره. الام ديالي الله يخليها لي ويطول لي في العمر ديالها، وان شاء الله تكون عندها عمره يعني معوده، ما تكونش هي اخر عمره، تكون ان شاء الله عمره وتعاود تعمر باذن الله سبحانه وتعالى. الحجه فايته حجات البنات، الله يخلي لكم ميمتكم ويخلي لكم مطراعي، واللي عنده شي ميمه الله يسهل عليها. هادشي اللي تنقول لكم البنات. صافي درت لها هاد الشكيلات هادو. انا راني كيف ما قلت لكم في الفيديو البنات، عندي الخدمه ما كنساليش، وعندي بزاف ديال اللوازم ما كنساليش باش نصوب هادشي راني صوبته غير عتي. قلت ما نخليش ميمتي بلاش وصافي، ضروري نشارك معكم هادشي. صافي كنبقى هكا حتى تنسالي الكميه ديالي اللي غنحتاج. هاد الصابلي هذا البنات كيمشي بالحبه، ما تيمشيش بالكيلو، كيمشي بالحبه. يعني عندك 100 حبه راه كتصوبي 100 حبه، عندك 80 كتصوبي 80. كيف ما قلت لكم كيمشيو بالحبه. انا عاوتاني كنرجع نخدم الشكل ديال العجينه ديال الشكلاط. هذه راه عجينه ديال الشكلاط، وانا راني فايته شاركها معكم في القناه العجينه ديال الشكلاط، ولا بغيتوني نشاركها معكم ان شاء الله يكون الوقت عندي ونشارك معكم الفيديوهات تاع البنات. راه عندي فيديوهات من رمضان البنات، والله الا عندي جا معكم فيديوهات من رمضان واللي مورا رمضان، ولكن باش نمونطيهم الوقت باش نمونطيهم وباش نحطهم لخوتي العزاز عليا ما كنساليش. نتوما ما كنخبي عليكم حتى حاجه، وما تنبخل عليكم حتى شي حاجه، كنشارك معكم الحاره والمره، لانه نتوما هما العائله ديالي الثانيه. كتنصحوني كتقولوا لي بزاف ديال الحوايج، وانا اي حاجه كنشوفها في لي كومونتير كنستافد منها حتى انا. صافي كنمشي على هذه الطريقه البنات، نفس الشكل نفس الرشمه اللي رشمت بها الصابلي كنرشم بها عجينه ديال الشكلاط. كنبقى هكا حتى تنسالي كلشي. هنا راني طلقت العجينه ديال الشكلاط في الميكا، علاش؟ لان الرخامه اللي تنخدم بها تهرسات لي. فعرفتي ما نكذبش عليكم، بقيت بحال الحنش نقطع له راسو، فخدمت على هاد الميكا هادي. ما يمكنليش نخدم على الطبله غادي تلصق لي، غادي تطلع لي. نتوما عارفين العجينه ديال السكر حساسه بزاف، ديال الشكلاط حساسه بزاف، وما يمكنش يعني ديروا شي لون من غير اصلا. يكون عندكم شي حاجه شي سبوع ولا شي حاجه شي فانيدي ولا هذا، ضروري كتلقوا العجينه البيضاء هي الاولى، حتى ما كتبقى لكم حتى شي حاجه بالعجينه البيضاء حتى تطلقوا الملونين، لان هي حساسه بزاف. صافي هنا هاد السميه هادي كتبت لقيت السميه وجمعت السميه سليمه. فدرت هكا ودرتهم على هنايا في هاد العجينه ديال الشكلاط كاملين كتبت فيهم سليمه. وجبت هاد الفرشه هادي اللي راسها رقيق داير بحال الابره، يعني ماشي غليظ، داير راسها داير بحال الابره. صافي وجبت هاد اللون ديال الذهبي
النقري هذا ماشي الذهبي البنات، وتنحاول ندوز على داك الاحرف اللي هي سليمه. هانتوما شوفوا كيف ما كتشوفوا كتعطيني سليمه. هي انا راني كتبتها ولكن راني كنحاول نفرزها باللون النقري. صافي كندير داك التسابيح هكا من الفوق، ولا لا عندك البيضه ولا لا عندك اي حاجه صوبتيها كتصوبيها ماشي مشكل. يعني ماشي ضروري يكون عندك التسابيح، يكون عندك التسابيح ولا يكون عندك البدا يعني صلايه كترسميها ولا شي حاجه. فانا كيف ما قلت لكم اسهل حاجه صوبتها. وكنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، واللي عجبو الفيديو اكيد غادي يدير لي البارطاج بلا ما غادي نرغبوا بلا ما غادي نطلبوا. اكيد غادي يدير لي البارطاج وغادي يخلي لي كومونتير. وشكرا بزاف، ما تخسري والو حبيبه ولا اخويا انت ولا انت، ما غتخسر حتى شي حاجه. تفرجتي في هذا الفيديو دير داك البصيمه ديالك، ماشي عيب حتى حاجه ما تخسرها. يعني اللايك ديالك يعني كيبقى يعني صدقه جاريه عليك وعلى صحيحتك وعلى على اي حاجه. صافي هنا كان من بعد ما ساليت السميات كاملين بالرشم جيت لداك التسابيح ويعني ولونت سكويره وخليت كويره، لونت كويره وخليت كويره على هذا الشكل. ها نتوما كان نلون كره ونخلي كره، وكنستمر هكا حتى سنسالي الكميه ديالي كامله على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا كيجي هائل البنات، والله الا كيجي لا هائل وتيجي منظر. واللي بغات اي طلبيه البنات، اي طلبيه انا كنصوبها، ولكن كنصوبها يعني كناخذ على حسب الخدمه ديالي. ما كناخذش كميه بزاف، ما بقيتش كناخذ كميه بزاف، كناخذ غير شي حاجه قليله. صافي هنايا عاوتاني غندوز للشكل الثاني اللي صوبت معكم في بالسيليكون. هانتوما كندير باش كنلصق داك الشكلاط مع الصابلي، كنحاول ندير الكليكوز والناباج مخلطين ولا نقيطه ديال الشكلاط مذوبه. صافي كنديرهم هكا كاملين، وكنجيب داك هذا اللي صوبت معكم ديال السيليكون فيه عمره مباركه، كنلصقها على هاد الطريقه حتى هي كتجي منظره البنات. شوفوا تبارك الله كي كتجي واعره، كتجي واعره البنات. راه انا ماشي انا اللي غنحتاج نقول لكم قال لك شكر راسو عاد داز من هنا، انا ماشي كنشكر راسي، راه كل شيء واضح وباين في الفيديو. وكيف ما كتشوفوا هانتوما كنحاول ندخل هكا. ما بغيتيش ستابلي يجي كبير على الرشمه ديال الشكلاط، كتجيبي المرشم يعني حساب قياس، ولكن هكا هماوي يعني كيجي باين. ما الا جبتي مرشم ديال الصابلي صغير فما كتجي الحلوه قيقه بزاف. وكانت هذه هي الطبيله ديالنا البنات. شوفوا تبارك الله كي جات فنه وجات الحطه زوينه. بالنسبه لهاد السوانيه البنات كنت شريت 4 منهم، شريتهم من ماي هاوس، حتى هما كانوا داروا فيهم بروموسيون ب 30 درهم الحبه. شريت 4 كيف ما كتشوفوا، استفدت فيهم يعني عديد الاستعمالات، يعني ماشي غير هذا الشيء، اي حاجه استفدتي فيها غريبه، استفدتي فيها اي حاجه. وبالنسبه لهاد غريبه هذه اللي غنحطها لكم ان شاء الله من بعد هذا الفيديو، حتى هما هاد الطبيصلات هادو اللي مدورين كنت خديتهم من الاطلس، حتى هما في واحد المحل. هانتوما كيف ما كتشوفوا هاد غريبه ديجا شركتها معكم البنات. هذا الصابلي اللي بالكونفيتور من الداخل حتى هو كنت طيبته معكم، والتميرات بالقرقاع. وغريبه البهله يعني الغنيه عن التعريف اللي كنت صوت معكم من قبل هذا الفيديو هذا، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. وهنايا شوفوا تبارك الله كي جات هاد الصابلي هذا. خليوا لي التعاليق ديالكم البنات كتهمني بزاف، وقولوا لي كي جاتكم هاد الطبيله هذه. مازال العصير ما حطيناش، يلا تبارك الله غير هادشي اللي صوبت. هادشي البنات راني صوبته في يومين، اقسم بالله العلي العظيم الا في يومين صوبت الصابلي وصوبت الصابلي والشكلاط ديال السيليكون، صوبتهم في الليل ولا غد ليه زينت. يعني ماشي شي حاجه، ولكن شي حاجه بسيطه جدا. كنتمنى الوالده تقبل علينا والله يخليها لنا ويخلي لكم ميماتكم. وكنخليكم هنا الفيديو تيسالي ديالنا البنات. ما تنساونيش من اللايك والبارطاج. الى اللقاء فيديو